جماعة أنا قلت مش هنفضل مقضيينها كده منتديات أبو جواد للتعارف والجاد وأفلام رومانسية على طول، برضه لازم ننوع شوية علشان الناس ما تزهقش من جو التلزيق ده. علشان كده جبنا لكم النهاردة فيلم من التراث لكن بشكل جديد شوية، ومش هطول عليكم بقى ويلا بينا نشوف الفيلم ده بيقول ايه. بيبدأ الفيلم بقصة قديمة، وكان يا مكان وكده في مملكة بعيدة كان فيها ملك عايش مبسوط ومتهني ومعاه كارنيه نادي الجزيرة قد الدنيا. ولما ربنا رزقه ببنت من كتر ما هي حلوة ومنورة سماها سنو وايت، لكن للأسف مامتها ماتت وهي بتولدها، والملك زي أي راجل فرعون كيوت محتاج حد يراعيه ويحضر له فطار وحاجات كده، علشان كده قرر إنه يتجوز. بعد كام سنة من جوازه راح للغابة، ومن يومها عجبه الجو هناك ومحدش شافه تاني. وبنته سنو وايت دورت عليه كتير جدا لحد ما فقدت الأمل إنه يرجع تاني، وقالت إن هو خلاص مات. وعدت سنين طويلة من وقتها، وبنشوف سنو وايت لما كبرت وهي دلوقتي قاعدة في أوضتها اللي ما خرجتش منها بقالها فترة طويلة جدا. وبنشوف الملكة المفترية الحرباية وهي قاعدة على الكرسي وبتلعب شطرنج حقيقي، لا هي بتلعب شطرنج بالناس بجد، يعني موقفة ناس من الخدم وبتعاملهم كأنهم حصان وفيل وطابية وكده يعني. المهم إنها بتشوف سنو وايت معدية من قدامها، فبتنادي عليها وبتقول لها خير يا حبيبتي، خارجة من أوضتك ليه؟ في حريقة ولا حاجة؟ أنا مش شامة ريحة شياط يعني. فبترد عليها سنو وايت وبتقول لها لا يا مرات أبويا مفيش حاجة، هو النهاردة بس عيد ميلادي 18. فقالت لها الملكة أعمل لك عيد ميلاد في ماكدونالدز يعني ولا إيه؟ مش فاهمة. إن شاء الله يكون عيد ميلادك الألف، إحنا قلنا مفيش خروج من أوضتك إلا في حالة الحريق بس، يلا يا بنت ارجعي على أوضتك. وبعد كده بنروح للغابة وبنشوف واحد اسمه الأمير ألكوت ومعاه المساعد بتاعه رومبك، وبيهجم عليهم ناس شبه اللي بيبقوا في افتتاح محلات عصير القصب دول اللي هم رفيعين من فوق ورجلهم طويلة. وبيبدأ الأمير ألكوت ياخد حبوب الشجاعة شوية ويقول لهم انتوا مش عارفين أنا مين ولا إيه، وبيبدأ يحارب فيهم، لكنهم بيفضلوا يتنططوا حواليه وبيقدروا يوقعوه على الأرض عادي جدا. ولما بيقع على الأرض بيضرب واحد فيهم في رجله، ومش فاهمة ازاي بيكون فاكرها رجل حقيقية أصلا، وبيكتشف إنها عصيان خشب وإن دول أقزام أساسا. وبيبدأ يتريق عليهم ويقول لهم ايه ده انتوا أقزام؟ ده أنا ممكن أخلص عليكم كلكم دلوقتي، بس أنا أخلاقي ما تسمحليش. لكن في نفس ذات اللحظة بنشوف إن الأقزام علقوا الأمير والمساعد بتاعه في شجرة أو سابوهم ومشيوا وهم في وضع البسطرمة كده. وبنشوف بعدها سنو وايت وهي في القصر وواقفة مع واحدة من اللي شغالين اسمها مارجريت، وهي بتقول لها إن مرات أبوك الحيزبونة دي هي السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها، وهي اللي فلست المملكة وخلت الناس مش لاقية تاكل. والأسوأ من كده إنها وهمتك إنك ما ينفعش تخرجي من القصر مهما حصل، لكن أبوك الله يرحمه كان راجل عادل ومحبوب، وإنتي المفروض تخرجي تشوفي الرعية عايزين إيه وتعرفي أحوالهم. وسنو وايت بتكون خايفة ومش عايزة تعمل كده علشان الملكة لو عرفت هتعلق لها الرمانة، لكن مارجريت الشعليلة بتفضل تقنعها لحد ما بتوافق، وفعلا بتتنكر وبتخرج من القصر. وفي الوقت ده بنشوف الملكة وهي رايحة عند المراية السحرية بتاعتها، وبتدخل جواها وبتسألها يا مرايتي يا مرايتي قوليلي مين أحلى واحدة في العالم طمنيني. فالمراية المنافقة الكدابة بتطمنها وبتقولها انت طبعا يا مولاتي. وبعدها بنشوف سنو وايت وهي ماشية في الغابة، وبالصدفة بتشوف الأمير ألكوت المتعلق هو والمساعد بتاعه وهم قالعين هدومهم بعد ما اتسرقوا من الأقزام، وبتروح علشان تساعدهم وبتقطع الحبل. والأمير ما بيرضاش يقول لها إنه أمير علشان ما يبانش قدامها إنه مهزأ ومسروق وكده يعني، وبيقول لها إنه مواطن عادي جدا وجاي في زيارة للقصر. والاتنين بيبصوا لبعض نظرات الحب ولع في الدرة وبيمشوا. بعدها بنشوف الأمير ألكوت وهو في القصر وبيتعرف على الملكة، وهي بتكون مستغربة وبتقوله بقى بذمتك ده لبس أمير؟ هاتوله يا جدعان حاجة يستر بيها نفسه. بعدها بتسأله إيه فالنسيا دي بقى اللي أنت الأمير بتاعها؟ فبيقول لها إن دي مقاطعة فيها ذهب وجيش وياقوت وترابيزات بلياردو وبنج وحاجات كتير حلوة. وساعتها الملكة بتفكر إنها تتجوز الأمير ده علشان يساعدها في حل المشاكل والديون اللي على المملكة، وبتطلب من بريتون إن هو يحضر حفلة المملكة ما شافتهاش قبل كده. وبريتون بيقول لها بس احنا مش معانا فلوس للتبذير الأوفر ده الصراحة. فبتقول له خلصانة، انزل لم ضرايب من الناس واعمل بيها فلوس الحفلة، يعني احنا هنغلب. وفي الوقت ده بتكون سنو وايت واقفة مع الشعب وشايفة الحالة اللي وصلوا ليها وإن هم ما بقوش لاقيين ياكلوا. وبنشوف بريتون جاي وبيعلق ورقة وبيطلب من الناس إن هم يجمعوا ضرايب زيادة وهيعدي بكرة يلمها منهم. وسنو وايت بتخبي وشها أول ما بتشوف بريتون علشان ما يتعرفش عليها. وبعد ما بيمشي بترجع على القصر تاني وبتدخل مارجريت وبتفضل تعيط وبتقول لها الناس صعبانة عليا جدا،
دول حتى مش عارفين يجيبوا رجول فراخ، والحياة بقت صعبة موت عندهم. ومارجريت بتهديها وبتقول لها إننا لازم نتصرف في الموضوع ده ونشوف حل نساعد بيه الشعب. وبعدها بنشوف الملكة الحرباية وهي بتجهز نفسها للحفلة وبتعمل حمام مغربي باين أو شوية تجهيزات كده علشان تشيل جلد الوزة يعني. بعدها بتلبس لبس الطاووس وبتنزل على الحفلة، وبتكون سنو وايت لابسة لبس البطة الشقية وبتقدر إنها تلفت انتباه الأمير ألكوت، وبيقول لها إيه ده؟ أنا شفتك قبل كده، هو أنتي بجد؟ فبتقول له ايه اللي يثبت لك اني بجد؟ فبيقول لها لا ده احنا نرقص مع بعض بقى، وبيفضلوا يرقصوا مع بعض. والملكة السلطة لما بتشوف كده بتفضل تغلي كده وتتغاظ، وبتروح تجيب سنو وايت من شعرها وبتقول لها كنت بتكلمي الامير بتاعي في ايه؟ خطفت الرجاله انت. وسنو وايت بتقول لها والله يا حبيبتي هو اللي اعجب بيا لوحده كده من غير مجهود، مش كفايه انك معذبه الناس ومجوعاهم؟ والملكه بتقول لها ايه ده؟ انت سبتي القصر ومشيتي بقى؟ طب عقابا ليكي انت محبوسه في اوضتك لحد ما مصر تصعد لكاس العالم. بعدها بتروح الملكه تتكلم مع بريتون وبتقول له البت سنو وايت دي مش هتجيبها البر، وانا حاسه انها بدات تكبر وتشكل خطر عليا والناس ممكن تتعاطف معاها، علشان كده انا عايزاك تقتلها. وبريتون بيقول لها خلصانه، وبياخد سنو وايت على الغابه، وهناك بيقول لها بصي يا بنتي ابوكي كان راجل طيب وكان بيحبني وبيعاملني كويس، علشان كده انا مش هقتلك وهسيبك تهربي، بس حاولي ما تظهريش قدام الملكه تاني علشان لو شافتك تاني هتخلص عليكي. وفعلا بيفكها وبيخليها تجري. ولما بيرجع القصر بيقول للملكه انه خلص عليها، او بيكون معاه شنطه فيها سجق ولحمه من صبحي كابر، وبيقول لها ان دي قطعه من سنو وايت الله يرحمها. وفي الوقت ده بتفوق سنو وايت وبتلاقي نفسها في المقر بتاع الأقزام السبعة. وفي الأول بيقولوا إن دي أكيد مش واحدة من الشعب، دي أكيد أميرة، لأن ريحة الصابون جاية منها لحد هنا. وساعتها بيقرروا مع بعض إن هما هيسلموها للملكة وياخدوا دهب منها، لكن سنو وايت بتقول لهم إن الملكة مش هتديكوا حاجة لأن هي اللي بعتتني هنا علشان أموت أصلا. وبيبدأ الأقزام يعملوا اجتماع مع بعض علشان ياخدوا قرار هيسيبوها معاهم ولا هيتخلصوا منها. وبيقولوا في نفسهم إن البت حلوة وهما برضو محتاجين اي حاجه تطري الجو كده، فبيقرروا ان هما يسيبوها معاهم. وتاني يوم بنشوف بريتون وهو رايح علشان ياخد الفلوس بتاعه الضرايب من الشعب. وبعد ما بياخد الكيس اللي فيه الفلوس وبيركب العربيه بيتفاجئ بالاقزام السبعه وهما بيعترضوا طريقه وبيوقعوا العربيه وبياخدوا منه الفلوس اللي معاه وبيقولوا له نفض لنفسك وامشي من هنا. وفعلا بريتون بينفض لنفسه وبيمشي. وبعدها الاقزام بيرجعوا بيتهم تاني وبيلاقوا سنو وايت عامله لهم اكل ومروقه الدنيا، فبيقولوا لبعض ان دي فايدة ان يبقى في واحدة عايشة معانا، وبيعرفوها ان هم سرقوا الذهب بتاع الملكة وهيوزعوه على بعض، لكنها بتقول لهم ان ده ذهب الشعب وهم كده سرقوا الناس الغلابة، وهي مش هتوافق ان حاجة زي كده تحصل، علشان كده بتاخد منهم الكيس وبتهرب. وهم بيطلعوا يجروا وراها لحد ما بتوصل للمكان اللي عايش فيه السكان وبتسلمهم الذهب بتاعهم تاني. وساعتها الاقزام بيوصلوا وبيشوفوا اللي بيحصل، وسنو وايت بتعرف الناس كلها ان الابطال اللي قدامهم دول هم اللي رجعوا الذهب بتاعهم، والناس بتفضل تحتفل بيهم وهم بيزيطوا في الزيطه بقى وبيحتفلوا معاهم كانهم كانوا مرجعين الذهب بجد يعني. بعدها الاقزام بيقولوا لها انها طالما قررت تفضل معاهم يبقى لازم تتعلم ازاي تدافع عن نفسها وتشتري سيلف ديفنس كده علشان ترشه في وش الحراميه، وبيبداوا يعلموها انها تستخدم السيف وتتدرب على القتال واي حاجه تدافع بيها عن نفسها. وفعلا بعد فتره بتكون سنو وايت بقت متمكنه من فنون القتال. وبعد كده بنشوف الامير ألكوت لما بعت يجيب الحراس بتوعه من المملكة علشان ينتقم من الأقزام اللي سرقوه، وبيروح عند المقر بتاعهم وبيتفاجئ إن سنو وايت بقت هي القائدة بتاعتهم، وبيقول لها أنا سمعت إنك متي، لكنها بتقول له إنها لسه موجودة ومش هتسمح ليه يقرب من الأقزام. وبيبدأ الأقزام يهجموا على الحراس وسنو وايت بتهجم على الأمير، لكنه بيكون متمكن أكتر منها وبيقدر يهزمها بكل سهولة، لكنها مش بتستسلم وبتحاول أكتر من مرة لحد ما بيسحب منها السيف بتاعها وبيكون عمال يهزر معاها ويقول لها أنا مش عايز أضرب واحدة ست. فقالت له لا يا حبيبي أنا امرأة حرة متحررة في مجتمع حر أعطاني حريتي الكاملة المتكاملة. فبتستخدم ذكائها وبتحدف طوبة على شجرة، والشجرة بتوقع تلج على الحصان اللي واقف ورا الأمير، والحصان بيضرب الأمير وبيوقعه على الأرض، والأقزام بيكونوا بيتفرجوا عليها ومبسوطين. وبعد شوية بنشوف الأمير وهو واقف قدام الملكة والمهزأ قالع هدومه برضه، وهي بتقول له تاني يا زكي تاني اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه، انت كل شويه تتضرب وتتسرق. فبيقول لها والله ضحكوا عليا يا مولاتي انما احنا اصلا محنكين. فبتقول له لا ما هو باين جدا يعني. فبيعرفها الفتان ان القائده بتاعهم سنو وايت هي اللي عملت كل حاجه وضحكت عليه. فبتبص لبريتون وبتقول له سنو مين يا عينيا هي مش ماتت؟
فبيقول لها ماتت طبعا يا فندم وشبعت موت كمان، دي اكيد واحده شبهها يعني. وساعتها بتتعصب الملكه وبتروح تجري على المرايه بتاعتها وبتقول لها يا مرايتي يا مرايتي قولي لي مين احلى واحده في الدنيا طمنيني. فبتقول لها انت يا ستي، ها ايه تاني، اخلصي بقى عايزه ايه. فبتقول لها انا عايزه سنو وايت تموت واستخدمي سحرك وموتيها. والمرايه بتقول لها ان السحر ده ليه تمن. فبتقول لها الملكه انها مستعده تدفع. وتاني طلب ليها انها عايزه بريتون يموت. فبتقول لها المرايه بذمتك في وزير منافق زي ده اليومين دول؟ فبتقول لها الملكه بصراحه لا. فبتقول لها المرايه خلاص يا ستي نعاقبه بس من غير ما نقتله. وبعدين بتقول لها تالت حاجه عايزاها منها انها عايزه الامير الكوت يحبها. فبتقول لها المرايه لا انت طلباتك كترت قوي، مش عايزه بطاطس وكولا كمان. فقالت لها لا قفلي الاوردر على كده. وساعتها بنشوف ان بريتون اتسخط صرصار والملكه بقى معاها محلول سحري كده بتحط منه نقطه في المشروب للامير، ودي حاجه شبه تحويجه الشيخه ارواح لقلب الحبيب. لكن المشكله ان الامير لما بيشرب منها بيبدا يهوهو ويجري على الملكه، ولما الملكه بتبص على التركيبه اللي معاها بتلاقيها تركيبه الكلب. فبتقول مش مهم، المهم ان هو يتجوزني ويقول لي يا بيبي. وبتقول له نحدد ميعاد الفرح. فبيقول لها اللي انت شايفاه، المهم ان انا افضل جنبك هاو هاو. وبعد شويه الخبر بينتشر وسنو وايت بتكون قاعده مع الاقزام وبتحس انها زعلانه لانها بتحب الامير وكان نفسها هي اللي تتجوزه. وساعتها بتقول للاقزام ان وجودها مسبب مشاكل لكل اللي حواليها وان الملكه ممكن تبعت حد يقتلها بعد ما عرفت انها عايشه، علشان كده بتقرر تسيبهم وتمشي. واول ما بتمشي بنشوف ان المرايه السحريه بعت عرايس خشب عملاقه علشان تقتل سنو وايت، وبتكون المرايه بتتحكم فيهم بخيط زي الماريونيت كده. والاقزام بيهربوا وبيحاولوا ان هم يحاربوا العرايس دي لكن مفيش اي فايده، والعرايس بتدمر البيت وبتدمر كل حاجه. وسنو وايت لما بتسمع الاصوات دي بترجع علشان تساعدهم، وهناك بتاخد بالها من الخيوط اللي مربوط بيها العرايس وبتقدر ان هي تقطعهم علشان تمنع التحكم فيهم. ايه ده بالسهوله دي؟ امال حضرتك فاكر ايه؟ المهم تاني يوم الصبح بيقوم الاقزام وبيلاقوا رساله من سنو وايت انها هتمشي ومش هيعرفوا لها طريق جره علشان هي سببت ليهم مشاكل كتير وكانوا ممكن يموتوا بسببها، وهم كلهم بيكونوا زعلانين وبيقولوا لبعض اننا لازم نروح وراها ونعرف مكانها. واول ما بيخرجوا من البيت بيلاقوها لسه بره عادي جدا زي اي ام بتقول لعيالها هتسيب البيت او بتروح لاختها في الاخر. المهم انهم بيقعدوا يتكلموا معاها وبيقولوا لها احنا انكتب علينا مصايرنا تبقى واحده، وهي بتقتنع بكلامهم وبتقول لهم انها رايحه تبوظ الفرح بتاع الملكه. والاقزام بيتحمسوا وبيقولوا لها ان هم رايحين معاها. وبعد شويه بتوصل سنو وايت والاقزام وبيقدروا يتنكروا ويقتحموا الفرح وبيخطفوا الامير الكوت وبيهربوا. ولما بتوصل الملكه بقى وهي راكبه العربيه ومشغله اغنيه طلي بالابيض بتلاقي المكان فاضي، ولما بتفتح الخيمه بتلاقي النبلاء والمعازيم كلهم قالعين هدومهم وبتقول لهم اكيد مش كلكم هدومكم في الغسيل فجاه صح؟ فبيقولوا لها ان النبلاء قرروا ان الملكه مش جديره انها تحكم مملكه زي دي لانها ببساطه مش عارفه تامن فرحها من شويه قطاع طرق، وان سنو وايت هي الاقدر بحكم المملكه زي ما ابوها كان معايش الناس في رخاء. وساعتها الملكه بتتضايق وبتقرر انها تروح على الغابه علشان تنتقم من سنو وايت واللي معاها. وفي الوقت ده بنشوف سنو وايت وهي قاعده مع الاقزام ورابطين الامير وهو عمال يعيط بسبب التعويذه اللي عليه دي وبيقول مولاتي وحشتني قوي، انا عايزه اقرب منها وعايزه اشمها وحاجات كده غريبه من الرسائل اللي بتيجي في الاذرس على الفيسبوك. المهم ان الاقزام كلهم بيقولوا ان الراجل ده اكيد تحت تاثير تعويذه ولازم تتفك، وبيبداوا كل واحد منهم يفتي شويه واللي يضربه واللي يطبل جنب ودنه وكل الحاجات دي مش بتنفع، لحد ما بيطلع واحد منهم يقول ان الحل الوحيد علشان اي تعويذه تتفك هي قبلة الحب الصادقة. او سنو وايت بتمسك في الكلمة بقى وبتقول له والله معاك حق، ده حتى في كل الافلام بتاعت اللعنات والتعاويذ البطل بيقول دو يو لاف مي للبطلة وبيفك اللعنة، او بتقوم فعلا تعمل كده وبتفك لعنته. وسبحانه كده بيفوق الامير وبيقول ايه ده، هو انا بعمل ايه هنا يا جدعان؟ ولما بيعرف من سنو وايت كل حاجة بيقول انه لازم ينتقم من الملكة على اللي عملته فيه ده. وفي الوقت ده وهم قاعدين بيسمعوا صوت وحش بيقرب من المكان اللي هم ساكنين فيه
وبيقولوا إن وحش الغابة عمره ما جه هنا وأكيد الملكة هي اللي جايباه. وساعتها بتقوم سنو وايت وبتقول إنها هتروح تحارب الوحش بنفسها ومش هتدخل حد منهم في الحرب دي لأن ملهمش ذنب، وبتخرج بره وبتقفل الباب عليهم. والأمير ألكوت بيفضل ينادي عليها وبيقول لها إن اللي بتعمله ده غلط وإنها لازم تخليه يروح معاها علشان يحميها، لكنها مش بترضى وبتمشي. وفي الوقت ده بتظهر الملكة وهي معاها الوحش بتاع الغابة، وبتعرف سنو وايت إنها بتتحكم فيه عن طريق السلسلة اللي لابساها دي، وبيبدأ الوحش يهاجم سنو وايت لكنها بتقدر تهرب منه. ومن الناحية التانية بيكون الأمير عمال يضرب في الباب بكل قوته علشان يكسره، لكنه مش عايز يتكسر لحد ما بيتعب وبيحس إنه مش قادر يتحرك خلاص. فبيقول له واحد من الأقزام طب ما تجرب المفتاح أهو. فبيقول له هو كل ده المفتاح معاك وسايبني أكسر الباب؟ فبيقول له ما انت ما سألتنيش يعني. هو بياخد الأمير المفتاح وبيخرج وبيقفل عليهم من بره هو كمان، وبيروح الأمير وسنو وايت يجروا من الوحش وبيحاولوا يهربوا منه، ولما بيفكروا يحاربوه بيلاقوه قوي جدا ومش هيقدروا عليه. وساعتها بنشوف ان الأقزام هم كمان بيحاولوا يكسروا الباب ويخرجوا لكنهم مش قادرين يكسروه. فبيقول لهم واحد ان واضح كده يا شباب انكم ناسيين ان عندنا مفتاح احتياطي، وبيفتحوا الباب وبيروحوا يساعدوا سنو وايت وبيفضلوا يرموا تلج على الوحش علشان يشتتوه. وفي الوقت ده بتكون الملكة رجعت على المراية بتاعتها علشان تتفرج على كل حاجة بتحصل في الغابة وتشوف الأمير وسنو وايت وهم بيموتوا. واثناء كده بنشوف سنو وايت بعد ما وقعت على الارض والوحش قدر ان هو يكتف الامير وخلاص رايح يقتل سنو وايت، وسنو وايت بتاخد بالها من السلسله اللي متعلقه في رقبه الوحش واللي تبقى النص التاني من السلسله اللي مع الملكه، فبتقرر ان هي تقطعها. ولما بتعمل كده بيخرج نور كبير من الوحش وبيتحول لبني ادم عادي جدا. والمفاجاه انه بيطلع باباها الملك، وبتفرح جدا ان هو عايش كل السنين دي وهي ما كانتش تعرف وفاكراه ميت. وبيقول لها ان الملكه هي اللي سلطت عليه اللعنه دي زمان ودلوقتي هي فكتها. وبيبدا يشكر الاقزام والامير ألكوت على اللي عملوه علشان خاطر المملكه وعلشان يحموا سنو وايت. وبيرجع الملك هو اللي يحكم المملكة مرة تانية، وبيتجوزوا سنو وايت والأمير وبيعملوا فرح جميل. وبنشوف الملكة الحيزبونة ساعتها وهي عجوزة بقى بعد ما دفعت الثمن اللي المراية قالت لها عليه، وبتكون رايحة الفرح وبتدي تفاحة لسنو وايت وبتقول لها كلي التفاحة دي يا عروسة، لكن سنو وايت بتقطع جزء منها وبتقول لها انت الأول يا طنط، والفيلم بيخلص. والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموال البامبي المسخسخ ده، اوعي يا بت تفتكري ان حظ سنو وايت هيبقى حلو عشان أميرة. ابسولوتلي، حتى سنو وايت هتجري ورا عيالها علشان تعلمهم البوتي تريننج، وجوزها الأمير هيجرجرها في محاكم الأسرة علشان مش بتعمل ملوخية متخرطة زي مامته، لأن النحنحة دي بتخلص بعد 17 يوم أصلا. وشكرا يا فندم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك.